البعض سيزعل لماذا ننزل نفس هذه المواضيع ويقولون نفس هذه المواضيع المفروض أن يتم الستار عنها. يا أخي الخبر قد هو ترند في جميع البرامج التواصل الاجتماعي. سلام الله عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. أولا قربنا نوصل على 1000 المشترك، لا تنسونا توصلونا 1000 المشترك وتسلخوا هذا الفيديو 150 لايك. لا أطيل عليكم ويلا على الفيديو. أولا بخصوص القناة التي تنزل قرآن بشكل أغاني، لم يتم حذفها، وإنما كان صاحب هذه القناة يخفي الفيديوهات، وظنوا البعض أنه تم حذف المحتوى، ولكن كان صاحب هذه القناة يخفي الفيديوهات. أطرح لكم رابط هذه القناة في الوصف وفي أول تعليق. أتمنى من الجميع أن يدخل ويبلغ على هذه القناة. نزلت أول فيديو كان هناك 1000 مشترك في هذه القناة، والحين أصبح 21,000، يعني ازدادوا. أنا أحط الرابط على أساس أنكم تبلغوا وليس يزداد مشتركين عنده. أتمنى من الجميع أن يتفاعل مع الموضوع بجد، وأن يتم حذف نفس هذه القنوات التي تسيء للإسلام وتسيء لكتاب الله. الرابط موجود، ادخلوا وبلغوا عليها. أما عن خصوص الفيديو المتداول في برامج التواصل الاجتماعي لفتاة شابة مع رجل عماني كبير في السن يعتمد تصويرها ويقولها يا فضيحتها. قال لها باللهجة اليمنية لغرض الاستفزاز والسخرية. طبعا بعد البحث وتقصي الحقائق تبين بأن الفتاة اليمنية تم إرسالها عبر سماسرة يتاجرون في بنات الناس تحت مسمى خطابات، ويرسلون البنات للخارج بغرض الزواج، بالرغم بأن الزواج لم يستمر أكثر من شهر وينتهي بالطلاق، ويتم ترحيل الفتاة اليمنية إلى بلادها. وهذا ما حدث للبنت بعد أن طلقها زوجها وتم ترحيلها. قام بنشر الفيديو التابع لها بغرض إذلالها وبغرض الشهرة، وما خفي كان أعظم. وتعالوا هنا، العماني باختصار اعتمد تذليل هذه البنت بلهجتها اليمنية وفضيحتها. أما أي واحد يريد أن يتصور مع زوجته يعطيه من الكلام من الحب والرومانسية والكلام الاحترام، أما أنك تصورها وتقولها يا فضيحتها، هو كان نيته من البداية أن يذل هذه البنت. هناك عصابة شغالين في متاجرة في بنات الناس تحت مسمى خطابات. الرجل يطلبها للمتعة فقط لمدة أيام أو لمدة أشهر، ثم يطلق هذه الفتاة ويرسلها إلى بلادها. والسماسرة الذين هم تحت مسمى خطابات يغرون أهالي البنت بكثرة المال، ويكذبون بأن الرجل هذا ابن ناس، وأنه زواج رسمي، وأن هذا الرجل موثوق فيه، حتى يتم إقناع أهالي البنت، ويرسلونها كأنها شغالة وليست عروسة بدون محرم إلى مكان مجهول. وهنا يتساءل منا الكثير، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين دور الرقابة؟ وأين دور الحكومة في المنافذ؟ وأصلا لماذا تسمح للنساء بالسفر دون محرم؟ هل هناك رقابة في المنافذ عندما تشوف امرأة تريد السفر بدون محرم؟ هل يتم سألها إلى أين أنت ذاهبة، أم أنه لا يتم دور الحكومة ودور الرقابة من هذه الجهة؟ فهذه ليست القصة الأولى ولا الأخيرة، فهناك أكثر من قصة. فرجل عماني أتى إلى اليمن بغرض الزيارة وطلب الزواج من سماسرة أو ما يسمى الخطابين أو الخطابات، وتم التزويج في إحدى الفنادق. وبعد أن أخذ عفتها وشرفها تقوم العروسة في صباح يوم الرابع لم تجد زوجها، وقد تم أخذ كل ما لديها من الذهب، وسافر إلى مكان مجهول. أكيد البعض سمع نفس هذه القصة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم نتساءل كيف يتم الزواج برجل لم تعرفه؟ كيف يتم الزواج برجل أجنبي؟ هل هي كثرة
الإغراءات بالمال، أما هناك سماسرة ومتاجرين في بنات الناس. وهذا القليل مما سمعناه، وما خفي كان أعظم. وأي رجل يزوج بنته أو أخته أو قريبه له لهؤلاء الرجال فهو بالأصل ديوث أو منطوع الرجولة. سامحوني على هذه الألفاظ، ولكن هذه هي الحقيقة. وأما عن البنات الفقراء والمساكين وغير ذلك التي يتم استقطابهم من قبل السماسرة أو الخطابات، فالحل مع هؤلاء بأنه يتم ضبط جميع الخطابين والخطابات في جميع المحافظات ويتم زجهم في السجون. وهذه مهمة البحث والسلطات المحلية في كل محافظة. ويشددون الإجراءات في المنافذ على النساء من يسافرن بدون محرم أو بدون سبب، مثل السياحة والزيارة. رسالة إلى كل رجل راب لأسرته: انتبه أن تزوج بنتك أو أختك أو مما تعول، حتى لو أعطاك وزنها ذهبا فالبنت أمانة في رقبتك. وما حصل في عمان كان خير دليل. البعض سيزعل لماذا ننزل نفس هذه المواضيع، ويقولون نفس هذه المواضيع المفروض أن يتم الستار عنها. يا أخي، الخبر قد هو ترند في جميع البرامج التواصل الاجتماعي، وهذه نصيحة نحب أن نقدمها على أساس أن لا يغلطوا مرة ثانية، ويكون فيديو تحذيري وليس فضيحة. أما من جهة الفضيحة فالخبر أصبح ترند في برامج التواصل الاجتماعي. وفي الختام أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. كان محدثكم سلمان الحميدي، وإلى اللقاء في فيديو آخر. بنتك أو أختك أمانة في رقبتك. سلام.